السلام عليكم. انا كده خلصت 30 يوم وانا بتعلم سينما 4 دي، ودول اربع حاجات انا اتعلمتهم خلال ال 30 يوم اللي فاتوا دول. اول حاجه ان انت ما تستعجلش، اتعلم واحده واحده، ابدا بروجكتس بسيطه، ما تبداش بحاجه كبيره، لان انت لو بدات بحاجه كبيره وانت مش فاهم البرنامج قوي او مش فاهم اللي انت بتعمله قوي، انت هتحبط ومش هتكمل. تاني حاجه ان مفيش برنامج احسن في المطلق. يعني انا دلوقتي ما اقدرش اقول ان السينما احسن من بلندر بكتير او هو الاحسن او ده الحاجه الوحيده اللي انا هشتغل بيها، بس بلندر مميز في حاجات وسينما 4 دي مميز في حاجات. فانت لو اخدت الكويس من هنا على الكويس من هنا، انت اللي هترتاح في الاخر، لان في الاول والاخر هي كلها ادوات، وانت كل ما بقى عندك ادوات اكتر كل ما شغلك بقى اسرع. تالت حاجه ما تخافش انك تجرب. انا كنت ماشي بمبدا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، لان انا كنت خايف اجرب لكذا سبب. اول سبب ان انا ما اعرفش حاجه عن البرنامج. تاني حاجه ان انا سالت ناس كتير والناس كلها كانت بتجاوب من المنظور بتاعها، وان انا برضو كنت بسال الناس الغلط. يعني مثلا ان انا اسال حد ما استعملش غير بلندر، فهو بالتالي طبيعي هيقول ان بلندر احسن بكتير لان هو ما جربش سينما اصلا. بس اللي اكتشفته ان انت بس اللي هتعرف ايه اللي احسن ليك انت لما انت تجرب. رابع حاجه وده اللي انا كنت حطيته في اول فيديو خالص، ان انت لازم تورط نفسك. انا لما بدات السلسله دي قلت اقل خساره هطلع بيها ان انا هبقى اتعلمت سينما 4 دي. ممكن ما حدش يهتم بقى الفيديوهات اللي انا بنزلها، ممكن ما حدش يعجبه الفيديوهات اللي انا بنزلها دي، بس في الاخر انا هبقى انا اللي استفدت فعلا في الاخر. بس الحمد لله اللي حصل عكس، وكل دي كانت مخاوف انا كنت راسمها ملهاش اي دعوه بالواقع. ناس كتيره جدا اهتمت، ناس كتيره كانت عايزه تتعلم معايا سينما، وكان في ناس فعلا عايزه تفهم او عايزه تعرف ايه الفرق بين بلندر وسينما 4 دي. فاي حد عايز يعمل اي حاجه ما دام مش عيب ولا حرام اعملها وما تخافش انك تعملها. وانا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وعجبتكم السلسله دي. انا مش هوقف ان انا اتعلم سينما 4 دي ولا هوقف ان انا اشتغل ببلندر، وهتشوفوا ده في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.